غموض يكتنف الصورة. ما عنده حتى دخل في الموضوع. الجريمة سهلة عنده. أسرار لم تكشف بعد. وهو الشخص اللي أعلم السيد شفيق جراية. بابا وليت خايفة عليه. وحديث عن أجهزة أمن موازية. هذا الجهاز حرفيا على علاقة بحركة النهضة. هذا الحديث هو من نوع الكذب الرديء. قضية فتحي دمق. هل فتحي دمق هو مرتبط بشبكة إجرام أو في طبع الإجرام؟ الوجه الآخر للحقيقة. هي قضية ملأت الدنيا وشغلت الناس. إنها قضية اختراق الأمن. جهاز الأمن الذي به وله يأمن المواطن بات مهدداً بالاختراق والتوظيف لغايات حزبية وإجرامية. هذا ما تداولته العديد من وسائل الإعلام لأيام وأسابيع وحتى لأشهر. فما القصة وما درجة الحقيقة والباطل في كل ما راج وقيل؟ في يوم شتوي من أيام ديسمبر الماضي صح التونسيون على قضية كبرى تفجرها وسيلة إعلام اختارت لنفسها البحث والتنقيب والتحقيق. نحن أمام جريمة كبرى مركبة، جريمة اختراق جهاز الأمن وتشكيل جهاز أمن موازن من قبل مجموعات مقربة من الحزب الحاكم. تضاف إليها جريمة استخدام ذلك الجهاز الموازي في الإعداد لسلسلة اغتيالات واسعة كان مقرراً أن تطال سياسيين وإعلاميين ورجال مال وأعمال. ذلك ما ذهب إليه موقع نواة المتخصص في التحقيقات والاستقصاء. الأمر بحسب المؤشرات الأولى جدي وخطير. تسجيلات فيديو مسربة من قلب وزارة الداخلية، دلائل موثقة تثبت الجريمة وتدين المجرمين. قبلنا الحكايه دي اترافير كمال قالنا كمال ربما سرطان ولدنا وخونا كذلك. أعقبت تحقيقات نواة ونشرها للتسجيلات المسربة إليها سلسلة كبيرة من المقالات في المواقع الإلكترونية والصحف المكتوبة والاستضافات في القنوات التلفزية والإذاعات. الملحق الصحفي شنو دوره باهي سامحني فسرني اتحداك باهي سي اسامه دقيقه برك فقط خلي يتكلم معك خلي يتكلم مالك لانه باش نتجاوزوا باش نرجعوا نحكيوا مع من غير تحدي من غير ما تتحداني. أطلقت على إثرها اتهامات بالجملة والتفصيل، ذكرت أسماء أشخاص وحددت مسؤولياتهم، ونسجت من الخيال شبكة إجرامية فيها قادة وأتباع آمرون ومنفذون، وحملت المسؤولية رأساً لقيادة حزب حركة النهضة الذي يشارك في إدارة الدولة ويشرف على سير دواليبها. رمزي بالطيبي ضيفنا الليلة من موقع نواة. مجموعه من الاشرطه تم تصويرها بكاميرا خفيه. قل لنا أنه عنده وثائق ما تنجمش تستنى حتى الغدوة. الفترة ما تتطلبش تحسيس المثالية، ما عادش عندنا وقت. الاستنتاج الأولي مما سبق أن أركان الجريمة المزعومة ثابتة، فهناك مخطط اغتيالات ومنفذون وصور وشهود إدانة. هناك بحث وتقص ومتابعة للملف، وهناك أجهزة بحث وتحقيق موازية لأجهزة البحث والتحقيق التابعة للدولة. هناك نتائج للتحقيق لا تنتظر قول القضاء، بل تصدر في الإعلام بعيداً عن أجهزة التحقيق التابعة للدولة وبعيداً عن القضاء وعينه الساهرة. الكلبشات والقيود وحدها لم توضع في أيدي القتلة المفترضين الذين يزعم الإعلام أنه يعرفهم بسماههم وأسمائهم. انا راه سمعت حكيت حتى
ما كنا نسمع ونشاهد هو جانب من حقيقة القصة، أو هو وجه من وجوهها، لكن للحقيقة كما يقال وجوه كثيرة. من وجوه الحقيقة الثابتة حتى الآن أننا أولاً أمام جهات مخترقة لوزارة الداخلية، هي التي سربت من داخل مكاتب الوزارة ودفاترها وملفاتها التسجيلات التي اعتمدتها نواة وباقي وسائل الإعلام في اتهام حركة النهضة بالوقوف وراء مخطط الاغتيالات. وأننا ثانياً أمام أجهزة تحقيق موازية سطت جهاراً نهاراً على سلطة أجهزة التحقيق التابعة للدولة، وباتت تتوخى الإدانة المسبقة بمجرد الشبهة ولا تنتظر حكم القضاء وقوله الفصل. وأننا ثالثاً أمام إعلام يقوم على الاجتزاء وإطلاق النار العشوائي دون أدلة. نعيد فتح الحكاية من جديد دون تلبيس أو اجتزاء أو أنصاف حقائق في اليد وأنصاف حقائق أخرى في كف الغيب. فمن كان يعتقد يوماً أن يتمكن متطوعان لا خبرة لهما بالعمل الأمني من إسقاط مخطط إرهابي مزعوم بطله رجل أعمال يدعى فتحي دمق، تقول عائلته إنه رجل نظيف كان ضحية طرابلسية العهد البائد. هذوما عبيد ترتزق وتبتز ونعرشني الغاية منهم، الغاية من الأعمال هذه اللي يقوموا بها. أما مشي فيها بابا وتحط غاديكا ويحبوا ينسيوا الرأي العام فيها الحكاية وينسيوا قضية فتحي دمق، دخل ونشوهوه، نسبوا له العديد من معناها من التهم. بابا وليت خايفة عليه ونحمل مسؤولية أي حاجة تصير البابا كسوسوا معناها نفسيا ولا ماديا، والخويا صادق وعائلتي أي حاجة تصير نحمل مسؤولية. وكيل الجمهورية وزير العدل ووزير الداخلية إدارة السجون والسلاح ورئيس الدولة وكل المعنيين بالأمر. في مقابل ذلك تقول معلومات منشورة إن الرجل حاول الركوب على حصان الثورة للتمويه والتأثير على القضاء في عشرات القضايا المنشورة ضده. هل فتحي دمق هو مرتبط بشبكة انت إجرام أو في طبعه الإجرام من خلال سلوكياته ومعاملته للعباد ومحاولة ابتزازه وتقديم نفسه ضحية للطرابلسية بعد الثورة؟ وأنا لا أعتقد أن حتى فرحات حشاد قتلوه الطرابلسية، إنه متحيل بامتياز. خلينا من الأمور الإجرامية، إنه متحيل بالامتياز. حتى الجريمة سهلة عنده، ولا الإنسان كي يتحيل العباد ولا يفك أموال العباد أو يحب يغتصب أموال العباد بالقوة بافتعال القضايا. أنت كي تفتعل القضية لشخص لم يرتكبها، فهمت ولا؟ تحب تفك. أنا باعتقادي موضوع فتحي دمق ليس مسيس وليس له علاقة في اعتقادي أنا شخصي اللي كان شافه، فهمت ولا؟ في اعتقادي أنا شخصي ليس له علاقة بمقتل الشهيد، فهمت ولا؟ شكرا بلاي. حسب بعض الادعاءات فإن لدمق خصومات كثيرة زرعت في جوانب صدره رغبة كبيرة في الثأر والانتقام من بعض السياسيين والإعلاميين ورجال الأعمال المعروفين. ولمنع وقوع الكارثة تم اعتقاله ليلة 26 من ديسمبر، وحيل بينه وبين المذبحة وأفلتت تونس من عين الإعصار. تلك هي تفاصيل الرواية المقابلة. حين بدأنا التحقيق في هذه القضية بدأت تتهاطل علينا المكالمات والاتصالات الهاتفية المجهولة، وأحسسنا في مناسبات عديدة أننا تحت رقابة جهة لا نعرف من تكون، تتابعنا وترصد خطواتنا وتتقصى أخبارنا. شعرنا في مناسبات أخرى أن هناك من يريد منعنا وترهيبنا حتى لا ننجز هذا التحقيق، كأنما يراد للمشاهد التونسي أن يسمع رأيا واحدا وأن تقدم له رواية للأحداث والوقائع دون أخرى. لستم وحدكم بالمناسبة، هناك أيضا من أتصور أنه متواطئ
أنا قمت باكتشاف معين في القضية هذه تقريبا منذ 10 أيام هنا في شارع الكبة. فالآن أنا أسألها لتلبس الأزرق إن كانت شاهدتني من قبل ولا تعرفني في أنسى؟ ما تعرفنيش. بالعودة إلى الرواية الأولى التي تعتبر بالحسن النقاش وعلي الفرشيشي بطلين، ساعد الأجهزة الأمنية في كشف المخطط واعتقال الرأس المدبر للحيلولة دون الكارثة. الطرفان يؤكدان علاقة وزارة الداخلية بالقضية وإشرافها على تفاصيل العملية منذ بدايتها، وينفيان إشاعة وجود جهاز أمني موازن تابع لحركة النهضة كما يذهب إلى ذلك البعض. نحن الزوز خدمنا مع بعضنا متكاملين متناسقين في كل شيء، بلاش نجحنا في معناها المهمة التي أوكلت إلينا من طرف جهاز الاستعلامات تاع وزارة الداخلية. بالنسبة لوزارة الداخلية وجهون الجهاز مختص هذا اللي حكينا عليه، طرحنا عليهم الموضوع، استغربوا اما اسكو سيريوزمون يحكي هو معناها ديجا هما طرح السؤال الاولاني يحكي بالحق ولا باهي. بالنسبه لهم هما يلزمنا طلبوا منهم ديجا قالوا لنا تنجموا تواصلوا معاه ولا اسكو مستعدين باش تواصلوا معاه السيد هذا ولا، خاطر اذا كان سيبوزون يحب يعمل ميليشيا وعنده معناها ناس في مخه يحب يصفيهم ولا يحب يعتدي عليهم ولا كذا، معناها راهي حكايه مخطره وما عندهاش الوقت يا وزاره الداخليه باش تخرجنا احنا من اللعبه وتجيب ناس اخرين يرومبلاسيونا ولا يدخلوا هما ولا كذا باش يضيع عليها برشا وقت ونجم هو يضيع من يديهم اصلا. فتحي دمق كان بحسب رواية الشابين مراوغا ذكيا، وكان حريصا على تنفيذ مخططه بدقة وحذر شديدين، لذلك كان يعتمد على التخطيط المسبق قبل الدخول في تفاصيل الجريمة، وتبدأ عملية التخطيط بمباشرة المراقبة على الشخص المستهدف. أول لقاء جمع دمق بكل من بالحسن النقاش وعلي الفرشيشي كان في منطقة حمام سوسة. لنسمع لعلي الفرشيشي يسرد تفاصيل اللقاء الأول. بعد ما كمل فتحي دمق المرحلة الأولى اللي هي التخطيط، تعدى المرحلة الثانية اللي هي مراقبة الناس اللي يحب يستهدفهم بالتصفية. وفي أول عملية مراقبة مشينا لحمام سوسة أنا وبالحسن باش نقابلوا فتحي دمق وولده الصادق في قهوة اسمها قهوة التراس. وقت اللي وصلنا نلقاو فتحي دمق وولده يستناو فينا. وقتها كان فتحي دمق اتصل بالأستاذ شكري بلطيفة المحامي متاعه في المغرب واللي يحب يقتله، واللي وقتها كان موجود في حمام سوسة يعدي في الكونجي متاعه، معناها كان نقولوا الإجازة السنوية متاعه ويسكن غادي زاد. دخلنا القهوة أنا وبالحسن نلقاو فتحي دمق وولده صادق قاعدين على الطاولة تجي على يميننا، ودخلنا من غير ما نسلموا عليهم حسب ما كنا متفقين عليه. يجي الأستاذ بلطيفة يقوم له فتحي دمق بعد ما كان قاعد مع ولده ويهزوا لطاولة أخرى، وقام ولده الصادق وجاء قعد معانا في طاولتنا على أساس باش يقعد معنا، وهو في الأصل يحب يتأكد كيفاش احنا قاعدين نراقبوا، اسكو قاعدين نراقبوا سيريوزمون ولا. من بعيد كنا نراقبوا على أساس أننا نحفظوا وجه الأستاذ بلطيفة بالكدا باش كي نجيو نقتلوه ما نغلطوش فيه. بعد ما قعد فتحي دمق مع الأستاذ شكري بلطيفة قرابة ساعتين، قام شاء الأستاذ، مشينا احنا وراه أنا وبالحسن في جرته باش نتبعوه ونعرفوه وين يسكن حسب أوامر فتحي دمق. كان بالحسن يتبع فيه ديريكت وراه ديريكت،
كان فتحي دمق يراقب فينا من بعيد، وانا كنت نراقب من بعيد على يمين الطريق. وقت اللي تأكدت اللي فتحي دمق ما عادش يراقب فينا، ودخل المجازان موجودة بجانب القهوة اللي كنا قاعدين فيها اللي قهوة التراس، هزيت التليفون وكلمت بالحسن، قلت له وقف من المشي ورا الأستاذ باللطيفة، راهو دمق ما عادش يشوف فينا. وللقاء الأخير أيضا تفاصيل أخرى مهمة. كان فتحي دمق ضغط عليا برشا، يحب يعرف وينه بالحسن، شبيه تو ما جاش كوم سي بريفي، معناها بالحسن مشى يجيب له في السلاح وانا قعدت هوني، انا وصلت معاه ورجعت. هذا السيناريو اللي كنا عاملينه، واحنا في الاصل كنا مخبين بالحسن باش ما يظهرش برشا حسب تعليمات جهاز التعليمات نتاع وزارة الداخلية. حتى لين جاء نهار اللي تقابلنا فيه مع فتحي دمق، مع العلم انه كان اخر نهار شفناه فيه قبل ما يقع ايقاف. كنا قاعدين في قهوة اسمها بلاك اند وايت في المدينة الجديدة، انا وبالحسن وصاحبنا اسمه عبد الحق، قاعدين كنا كلنا نعملوا في قهوة. وقتها طلبني فتحي دمق مرة أخرى، خرجت نكلم فيه خارج القهوة. وقتها في التليفون قال لي انتم وين؟ وراني نحب نقابلكم وهاني جايكم. نعدتوا على البلاصة، كان ما يعرفاش بالكدا، ورجعت بالحسن وعلمته اللي فتحي دمق راهو جاي. خرجنا مع بعضنا خارج القهوة، خلينا عبد الحق كيفنا نستناو فيه لبرا، حاضرين سيناريو في الكلام اللي باش نحكيو معاه. بعد تقريبا 4 ساعة أوصل، مشيت أنا عرضت له وسلمت عليه ودخلت معي القهوة، وقلت وقتها ديجا قبل ما نمشي له وكلمت بالحسن، قلت له برك اسبق انت القهوة ونجيبه معي. لقى بالحسن قعد كيف قام سلم عليه، قعدنا مع بعضنا. مباشرة دخل في الموضوع وسأل بالحسن على السلاح اللي قال له باش يجيبه له من جابس. طمنوا بالحسن، قال له القضية عند وليد اللي هو في الأصل قيس ضابط استعلامات، واللي هو الضابط اللي باشر العملية من الأول حتى للآخر. موقع نواة يعتبر ما حدث تدبيراً تم خارج إطار الدولة، ما يجعله يدافع عن فكرة وجود جهاز أمني موازن على علاقة بحركة النهضة قام بهذه المهمة لغرض في نفس يعقوب. نحن أثبتنا ما استطعنا إثباته، وطرحنا أسئلة على ما لم ننجح في إثباته أو في الإجابة عليه، وأثبتنا أن عملية فتحي دمق تمت خارج الأطر القانونية، وقدمنا كل الإثباتات الصحفية لذلك، وننتظر إلى يوم الناس هذا رد وزارة الداخلية على هذا الموضوع. هذا يكفي كي نقول أنه جهاز أمني موازي. علاقته بحركة النهضة، نحن لم نقل أن حركة النهضة تدير هذا الجهاز، قلنا هذا الجهاز حرفيا على علاقة بحركة النهضة. وإذا تعتبرين أنه كل الأطراف المعنية من حركة النهضة لا يكفي لربط هذا الجهاز بحركة النهضة، يعني هذا يصبح الإشكال مش في الطرح متاعنا، إنما الإشكال في قراءة هذا الطرح. من التفاصيل الأخرى المهمة في القضية هو ذكر اسم كمال العيفي، عضو حركة النهضة في باريس. هذا الشخص هو المتهم بتدبير المؤامرة بحسب نواة دائما، وحجتها في ذلك وجود اسمه في أجندة فتحي دمق، حجة غير كافية للتدليل على ذلك كما يرى البعض. قد جاء
فلا يكفي وجود اسم الشخص في ملفات رجل الأعمال لكي يكون مجرماً أو مخططاً. لكن ما يلاحظ باستغراب كثير أن مزاعم نواة أقنعت العديد من وسائل الإعلام التي اعتبرت العيفي فعلاً العقل المخطط. كمال عيفي هو الكمال الوحيد اللي في حركة النهضة من القائمة الموجودة، اللي نعرفوا الموقع متاع السيد كمال واللي مذكور في التحقيق واللي مذكور في الأجندة متاع السيد فتحي دمق في نفس السياق، واللي تقابلوا في نفس الإطار هذايا مع نفس الأشخاص هذوما، يعني في نفس سياق الموضوع هذايا هو السيد كمال عيفي. لهذا السبب قلنا إنه اسمه إنه هو السيد كمال عيفي. نفس الشيء انه المعلومه هذه كانت موجوده، الاسم هذا كان موجود نذكرك سابقا عن طريق المصدر نتاعنا، لكن ما كناش نجموا نجزم انه اسمه كمال العيفي الا ما انتظرنا تاكيدات اخرى، والتاكيدات جاءت من دفتر المواعيد نتاع السيد فتحي دمق. هذا الشخص أي حسام الحجلاوي نقض في حوار على الزميلة تيانان كلامه وتراجع عن موقفه بشأن اتهام كمال العيفي بوقوفه وراء القضية. احنا لم نتهم السيد كمال العيفي بالوقوف وراء خلية حظرت الاغتيالات. نحن قلنا، ما بحبش نستعمل كلمة اتهام، قلنا انه السيد كمال العيفي هو من نسق الخلية المعروفة بقضية فتحي دمق، والتي قامت بالايقاع بفتحي دمق بطريقة غير قانونية وخارج الاطر الرسمية لوزارة الداخلية. هذاك علاش سميناها خلية موازية لوزارة الداخلية، لانها نازعت وزارة الداخلية في اختصاصاتها، وانه العمل اللي قامت به الخلية هذه قامت به يا اما للإيقاع بالرجل أو لتحذير الرجل ككبش فداء لعملية اغتيالات سياسية، وقلنا أنها فرضيات. كمال العيفي لا ينكر معرفته الشخصية بفتحي دمق، لكنه يصر على أن سبب وساطته بين هذا الأخير وكل من بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي كان بدافع تقديم المساعدة في نزاع عقاري لا غير. بعد ما ذكر اسمي تتبعت الموضوع أساسا على صفحة نواة، لأنها المصدر الوحيد، سواء تناولته نسمة أو تونسية أو قنوات أخرى. المصدر كالوحيد الأول كان نواة، والعاقل يذهب إلى المصدر لا يذهب إلى الفروع، والمصدر يكذب نفسه، لأن المصدر يتكلم عن كمال العيفي لأنه وجد اسم كمال العيفي في الأجندة متاع السيد فتحي دمق، وهذه مسألة طبيعية. يعني علاقتي بفتحي دمق ليست علاقة سرية أو علاقة مخفية، هي علاقة عادية جدا كعلاقتي بأي مواطن آخر تونسي أو صديق أو قريب. وأن شخص مثله هو عنده مواعيد كثيرة جدا، أن يذكر اسمي ويكتب موعدي معه في مناسبتين أو 2 أو حتى 1000 مناسبة، أراها مسألة طبيعية جدا. اعتمدت نواة صحفي الهواة بنواة على هذه المعلومة ليقولوا أنه كمال العيفي له علاقة بهذه المسألة، لمجرد أنه كمال العيفي عضو في حركة النهضة. شخصية ثانية ذكر اسمها في الملف، يقول أصحاب السبق في نشر التسريبات إن زهير بن فضل عضو برابطة حماية الثورة هو المصدر الرئيسي لمقاطع الفيديو، وهو من قام بتسريبها إلى رجل الأعمال شفيق جراية. زهير بن فضل، وهذا ذكرناه في التحقيق في الجزء الأول من التحقيق، هو شخصية ثانوية في هذه القضية، يعني ما هو الشخصية اللي عندها علاقة مباشرة بما سميناه بما بعد بخلية أمنية موازية. هو حسب المعلومات اللي عندنا الشخص اللي تحصل على هذه الفيديوهات، وهو الشخص اللي أعلم السيد شفيق جراية بوجود الفيديوهات هذوما وبوجود العملية هذه كلها وبوجود اسمه على لائحة الأشخاص اللي فتحي دمق تحدث على تصفيتهم في إطار الشيء هذا كله. لكن يبدو أن لا علاقة لزهير بن فضل بالأمر، خاصة وأن الدولة وتحديدا وزارة الداخلية بحسب بلحسن النقاش هي الوحيدة التي تمتلك تسجيلات الفيديو. زهير بن فضل لا يمت للقضية بسيل، ما عنده حتى دخل في الموضوع. كيفاش وصل الاسم زهير بن فضل في تقارير بعض الأجهزة الإعلامية؟ هذا سؤال مطروح. 3 بوينت انتروغاسيون. بمعنى علاش زهير بن فضل بالذات، رغم اللي يعرفوا زهير بن فضل هو أحد أعضاء الرابطة الوطنية لحماية الثورة. أنا من هنا
معناها كونكليزيون حسب الشيء اللي قاعد نسمع فيه، اللي هما يحبوا يدخلوا الرابطة الوطنية لحماية الثورة في الموضوع هذا، حبوا يورطوا الرابطة في الموضوع هذا اترافير زهير بن فضل، كيما حبوا يورطوا مثلا حركة النهضة اترافير الأخ كمال العيد. الثابت أيضا أن اسم زهير ذكر في أكثر من سياق، بما في ذلك على لسان شفيق جراية. فمن زهير هذا؟ أنا والله جاء اتصل بي واحد اسمه زهير، صدقني اسمه زهير، وهذا صرحت زهير بن فضل؟ لا ما نعرفش اللقب شكون، اتصل بي وذكرني لي ماضي قديم جدا، قال لي عملت معي الباهي وكذا وكذا، وبدون ابتزاز معناتها بكل صدق. ما نعرفش لا بن فضل لا زهير واخر، ما كني من التسجيل بدون حتى ابتزاز اموال. قال لي وقت يفرجها ربي، هكا نذكر كلمته الاخيره، وقت ربي ان شاء الله يفرجها وشدوا الناس هذوما، انا راهو نحب خديمه ونحب نعرس، وانقطعت الاخبار. هل هو زهير مخلوف؟ أنا ليس لي علاقة لا بشفيق جراية ولا بزهير بن فضل إلا فيما تابعته من أسئلة ومن استجواب. أنا في الحقيقة مصدر نواة، لأنه أنا سلمت وزارة الداخلية ووزارة العدل كل هذا المحتوى، وسلمت بعد ذلك نواة على أساس أن تصمت إلى حدود يعني القبض على هذه العصابة وهذه المجموعة، إلى حد أن قبض على السيد فتحي دمق وابنه في الأول، ثم وقع إطلاق سراح ابنه. وقتها قلت لنواة أنه يمكن وضع هذه المحتوى على الانترنت. أنا سألت شفيق جراية كيف تحصلت على هذه الفيديوهات، فقال شخص يسمى زهير. فأنا بحثت عن هذا الشخص فاكتشفت هذا الشخص واتصلت به مباشرة. هذا زهير بن فضل مع بالحسن النقاش مع علي ومجموعة من الأفراد اللي كانوا لهم دخل في هذا الموضوع. اتصلت بزهير وقلت له أنت تحصلت على هذه الأفلام وسلمتها إلى شفيق جراية. هو في الأول نكر ورفض هذا الاتهام، ولكنه بعد يعني قال بأنه نعم هو من سلم هذه الفيديوهات إلى شفيق جراية. زهير بن فضل رفض الحديث إلينا، وأنكر عبر الهاتف أن يكون خلف تسريبات الفيديو لشفيق جراية. فمن يكون إذن مسرب الفيديوهات؟ وهل سربت من قلب أجهزة الداخلية أم من جهة ثانية؟ ما الذي كان يرمي إليه من وراء ذلك التسريب المريب؟ ما فائدته من كل ذلك؟ تلك أسئلة محيرة، لكنها قد تشير في أحد الاحتمالين إلى جهة بعينها لديها الوسائل والإمكانيات والقدرة على الوصول إلى حيث تريد، وهي بكل تأكيد ترغب من وراء ما تقوم به في تحقيق أمر مخصوص. فما ذلك الأمر ومن عساه يكون وراء ذلك؟ حديث نواة عن جهاز أمني موازي لوزارة الداخلية تابع لحركة النهضة ينقض كلاما سابقا لنواة ذاتها، فموضوع وجود أجهزة موازية للداخلية ظهر منذ فترة، ويعتبر موقع نواة الإلكتروني أول من أثار الموضوع. لكنه في تلك الفترة اتهم رجل الأعمال المعروف كمال الطيف بالوقوف وراء هذا الجهاز من خلال كشف سجلات مكالمات قام بها هذا الرجل بقيادات من الداخلية وقيادات أمنية وشخصيات تولت مهام في الداخلية أثناء عملهم في الأمن، وأغلبهم أخيلوا من مناصبهم في فترة لاحقة. وبحسب الرسم البياني التالي الذي نشرته نواة، فإن 18% من علاقات الطيف هي في السلك الأمني، لذلك لا يمكن لأحد أن يزعم الآن أن نفوذ هؤلاء في الوزارة قد تبخر أو زال. هذا قلناه نحن بالمناسبة وأثبتناه في تحقيقنا السابق على كمال طيف، عندما أثبتنا علاقة السيد كمال طيف بشخصية أمنية رفيعة المستوى في قلب وزارة الداخلية. هذا قلناه، هذا لم احنا اللي اثبتنا الكلام هذايا، ونحن اللي فتحنا الموضوع نتاع كمال طيف وعلاقته باجهزه وزاره الداخليه. علاش قلت انا اتكلم على هذا الجهاز اللي قام بهذه العمليه؟ نحن لم نقل ان وزاره الداخليه
كوزارة ليست مخترقة من أطراف حزبية أخرى، أو ما فيهاش ناس تخدم في أجندات خارجة على الأجندة الجمهورية لوزارة الداخلية. هذا لم نقول، بالعكس قلنا عكسه في مرحلة سابقة. نحن نتكلم هنا على موضوع واضح في نقطة واضحة على أطراف وأشخاص معينين. هذا ما أكده أيضا رجل الأعمال شفيق جراية. أنا نعتقد الداخلية مخترقة من بعض التوانسة من أذيال النظام السابق أو من بعض رموز النظام السابق. من هم؟ سيكشف عنه التحقيق. لديك أسماء ومعطيات؟ أنا لدي أسماء، وأقول الداخلية مخترقة من السيد كمال طيب بالوضوح التام. الداخلية مخترقة من السيد كمال طيب. ما هي أدلتك في ذلك؟ القضاء سيثبت ذلك. لا يعني أنت الآن تتهم إنسان؟ مش نتهم، ما نتهمه ليست لديك معطيات؟ لا لدي معطيات وقدموني كشاهد، ومشيت عيطوا لي نهار كشاهد وأديت تصريحاتي، وهناك قضية بالتآمر على الأمن الدولة الداخلي. تغييب الحديث القديم عن اختراق الداخلية ووجود جهاز أمني موازن تابع لرجل أعمال معروف، تغييب ذلك الآن ليس من قبيل الصدفة، فلا صدف في السياسة. ومن أراد تغيير الاتجاه وصرف اهتمام الرأي العام بالحديث عن جهاز أمني آخر، ربما كان غرضه أن يجعل الناس ينسون ملف هذا الرجل واختراقه الموثق بالقرائن الكثيرة لوزارة الداخلية، كما يذهب إلى ذلك البعض. لكن كل ذلك يظل في دائرة الاحتمالات. إذا تناسينا رجل الأعمال الشهير وجهازه الأمني المزعوم، وسلمنا مؤقتاً بوجود جهاز أمني جديد يتبع حركة النهضة، فإن سؤالاً مشروعاً يطرح نفسه الآن: ما الذي يجعل النهضة تلجأ إلى أجهزة موازية رغم أن بيدها مقاليد الحكم التي تمكنها من تحقيق أغراضها لو شاءت دون الحاجة لجهاز أمني موازن؟ هذا الحديث هو من نوع الكذب الرديء. متأسف أن يستعمل هذه الكلمة، ولكن لم أجد عبارة أخرى أصف بها هذا السلوك. لا يهمني من قال هذا الكلام، الذي يهمني أن هذا نوع من الكذب منحط جدا، رديء جدا، منحط يعني يعكس انحطاط الذين تحدثوا به، مفتعل، لأن النهضة ليس لديها أي جهاز موازي باختصار شديد، ولا تحتاج إلى أي جهاز موازي، وليس من مصلحتها أن يكون هنالك أي جهاز موازي، ولا يمكن أن تسمح لا الظروف، لا حتى لو أرادت، لا الظروف السياسية ولا غيرها، أن يكون لها جهاز معناها موازي. وبالتالي مثل هذا الكلام هو كذب بنسبة 100%، يعكس مصداقية بين ظفرين أصحابه. مهما يكن من أمر فقد تم تفكيك مخطط الاغتيالات، ولعل محاسن الصدف والحظ الطيب لتونس هما من كشف تفاصيل المخطط قبل تنفيذه عن طريق رجلين يقال في الجانب الآخر أنهما وطنيين، وضعا نصب أعينهما مصلحة تونس، وأخبر جهاز الأمن بالخطر المحدق قبل حدوثه. علي الفرشيشي وكيل شركة، بالمناسبة هو شريك الصادق دمق وعضو في حركة النهضة. هذه العناصر الأولى. الرجلان نالا جزاء السنمار في مقابل عملهما، إذ كوفئا بوابل من الإشاعات والاتهامات قلبت الكثير من الحقائق والمعطيات في حياتهما. اليوم زوز اللي هما بالأحسن وعلي زوز أعضاء من النهضة. أنا شخصيا ضريت برشا، يعني وصلت في البروجي نتاعي وكبرته بالكدا وقتها. كي وقت اللي دخلت أطراف أخرى ما هيش معنية حتى بالعملية جملة، جوست تلوج على الاكسكلوزيفيتي وما لقاتهاش، ولاو يحكموا بالظن وما عندهم حتى معلومة مؤكدة في الكلام اللي قاعدين يقولوا فيه، جوست كلام دي ريزونمون خارجة من عندهم هم، نعتبروا تشوهنا. يعني ما تنجمش تجي تدور على الجمهورية التونسية وتبدا تفسر لها بالواحد. عندنا عملاء يتعاملوا معنا في الشركة عاملين دي كونفونسيوني معنا، صدقني بنسبة 100% العملاء هذوما الكل سحبوا لي كونفونسيون معنا. على كل حال أثرت فينا الحكاية بحكم أنا واحد من الناس رئيس دائرة بلدية بالمدينة الجديدة، في منطقة فيها أكثر من 60,000 مواطن.
والناس تعرفني غادي. تأثرت بالكلام حتى ما يتكلمش في وجهي، يتكلم ورا ظهري. تأثرت في خدمتي، الناس ولت معناها، وخاصة الشركة الوطنية للسكك الحديد التونسية هي فسيفساء متاع معناها مواطنين توانسة بمختلف اتجاهاتهم بمختلف الإيديولوجيا متاعهم. عندنا في الشيمينو عندنا الوتد، وعندنا إسلاميين، وعندنا ندائيين، وعندنا ناس كل موجود في الشيمينو. ولذا كي أنت في شركة فيها أكثر من 4000 و 5000 خدام، ومعروف أنت البوست متاعك معروفة في الشركة هذيك، فهمتني؟ وعندنا أعضاء في مكاتب سياسية متاع أحزاب، عندنا معناها أعوان في الشركة الوطنية متاع السكك الحديد التونسية في مكاتب سياسية متاع أحزاب معناها معنية باغتيال شكري بالعيد. هو الوتد عندنا عباد في المكتب السياسي متاع الوتد. أنت هل ترى أنت الإنسان العباد هذوما باش يخلوني أنا رايد في صورة ما اللي الإعلام موجه واتهمني اللي أنا مخطط لقاتل شكري بالعيد؟ الكسب الوحيد الذي عاد على تونس من هذا الكابوس هو الكشف عن مخطط إرهابي قبل وقوعه، سواء تعلق الأمر بالصدفة أو بتخطيط مسبق. في مقابل ذلك ينزعج البعض لما تم نشره والتلاعب به من حقائق تسبب فيها صحفيون غلب التسرع على عملهم ليؤثر ذلك سلبياً على واقع إعلامي يطمح للتغيير كما يذهب إلى ذلك البعض. الذي يحدث في تونس يهم العالم جميعا، والذي يحدث في قرية في مكان بعيد يهم العالم كله. بهذا التحليل البسيط والبدائي جدا، أي جهة تريد نفوذ في العالم وتريد لمنهجها أن يسيطر وتريد للمنهج الحضاري ذو التوجه العروبي الإسلامي ألا يسود في ولا أي مكان من الأماكن، له مصلحة في أن يفعل هذا وأكثر من هذا حتى تفشل التجربة في تونس كما يريدونها أن تفشل في أماكن أخرى كثيرة. ومهما يكن فالقضية وإن أخذت فيها العدالة مجراها، إلا أن هناك من ينعى على الإعلام حشره أنفه في تفاصيلها بغير استقصاء ومهنية، وإنما بنمط من العمل فيه الكثير من التطفل والتسرع، وتم بطريقة تبدو مبتدئة تكشف عن ضعف في التحليل والاستنتاج. ومع ذلك يظل ما حصل مجهوداً مهماً كشف الغطاء عن أسماء وأرقام وأسرار مهمة وخطيرة، خاصة وأننا بدأنا نتلمس خيوطاً متشابكة قد يأخذنا بعضها إلى قضية اغتيال الراحل شكري بالعيد. فماذا ينتظر تونس بعد أن أفلتت من مخطط الاغتيالات المنسوب إلى فتح دمق؟ وهل يمكن للشبكات التي عششت لعقود في وزارة الداخلية ولأصحاب المال الفاسد أن يكونوا خلف اغتيال بالعيد؟ ما حقيقة صراع الأجهزة الموازية؟ وما دلالة الدولة العميقة في تونس الثائرة؟ قد يحمل المشهد القادم أجوبة لكل سؤال، ولكن ما عساه يكون الثمن.